سلام الله عليكم، مرحبا بكم في قناتي مع وصفة جديدة. وصفتنا لنهار اليوم هي بسبوسة بذوق البرتقال. جد بسيطة سهلة وسريعة التحضير. نشوفوا مع بعض وصفتنا لنهار اليوم، مقاديرها وكيفية تحضيرها. عندنا زوج بيضات كبار، نديروا لهم ملعقة فانيلا، رشة ملح، ونخلطهم شوية. بعدها راح نضيفوا كاس الا اسبوعين من السكر، خاطر راح نسقيوها بالسيرو، راح تكون حلوة. نخلطوا هذاك السكر تاعنا حتى يندمج مليح مع البيض، يدوب شوية. بعدها راح نضيفوا الزيت كيف ناقص اسبوعين، كاس ناقص اسبوعين، نرموه على دفعتين ونخلطوا بالفوي. خلطوا مليح باش يندمجوا ويذوب لنا هذاك السكر كما قلت لكم. بعدها راح نضيفوا كاس حليب يكون بحرارة الغرفة، ما يكونش بارد من الثلاجة ولا سخون بزاف، تكوني خرجتيه من قبل وخليتيه كاس الا اسبوعين. ونكمل نخلط. بعدها راح نضيف لها 3 ملاعق من عصير البرتقال. كمل الخلط ديالي. وبعدها راح ناخد السميد ديالنا. هنا السميد انا خدات لي 2 كيسان معمرين، وانا هاد السميد شويه يشرب، على بها ما زدتش فوق 2 كيسان. نتوما كي ديروها خلطوا وصبروا عليها شويه وشوفوا اسكو شربت ولا ما شربتش. انا هنا دوك تشوفوني كي كملت خلطتها خليتها شويه، لقيتها هذاك السوائل بداو يتشربوا من السميد. هنا شوفوا مازالها شويه سائله، بس واحد دقيقه دقيقتين بداو يشرب السميد، بدا يشرب لي هذوك السوائل. تما هنا تقدروا نتوما تاخذ لكم 2 كيسان وربع، ولا تقدر تاخذ لكم كيما انا 2 كيسان فقط. هنا نزيد كيس ونصف خميره الحلويات ونكمل الخلط. شوفوا هنا راهي بدات تتشرب، هاو بدا يتقلي الخليط. بعدها راح ناخذ صينيه نكون دهنتها بالزيت ونفرغ الخليط ديالي. الخليط نعليه شويه ونفرغه باش ياخد كامل الصينيه ويدخل له شويه الهواء. بعدها راح ندخلها على فرن 180 درجه، تاخد وقتها في الطياب، طيب مليح هذاك السميد تاعنا يطيب مليح وتتحمر لنا. هنا عندي الشربات، هي كاس سكر مع 2 كيسان ماء وعصير برتقاله كامله، حطيتهم يغليو على النار. بعد ما طابت البسبوسه تاعي راح نسقيها بهذاك السيرو اللي كان شويه برد. هنايا راهي بزاف سخونه الاخرى تاع البسبوسه والسيرو راهو بارد. هذه هي وصفتنا لنهار اليوم، بسبوسه بذوق البرتقال. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه وتجربوها. ما تنسوش فقط الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. إلى وصفات أخرى، إلى الملتقى، سلام.